صباحو صباحو، كيفكن حبايب قلبي؟ يسعد لي صباحكن المتأخر. اليوم ما صحيت بكير، الساعة 11:20 كتير، وبعدين رجعنا. أنا حطيت راسي ونمت دغري ما حسيت على شيء. فالمهم ربطت المنبه على الساعة 8:30، قلت خليني أصحصح يعني أفيق بكير. المهم رن المنبه يرن وأنا مالي هون أصلا، يعني أفكر حالي إنه أنا بين الحلم والعلم. المهم آخر شيء طفيته، قلت يلا بعمله غفوة وبنام. عملته غفوة 10 دقايق ورجعت نمت. يرجع يرن. أنا شو قلت يلا خلص رايحة أقوم هلا. طفيته وقلت يلا قايمة، غمضت عيوني ورحت فيها. امتى صحيت؟ قبل بساعة، لما قلت لكم لما سويت القهوة هداك الوقت فقت. هلا شربت قهوتي صحصحت. وبصراحة اليوم آخر يوم، بكرة راجعين على دبي يا جماعة. نحن هيك دائما سفراتنا سريعة، يعني هي 2-3 بس تغيير جو وبنرجع. فالمهم على الأساس شفتوا اليوم إنه نحجز فعالية، بس امبارحة ما لقيتها. حتى رحت بالليل بدي أحكي معها لقيتها مو موجودة. فسألت الريسبشن قلت لهم اللي كانت قاعدة تبع الفعاليات ما لقيتها موجودة، ليش اليوم هيك؟ قالت لي لأنه اليوم نص دوام بس، وبتجي بس أول النهار. فأنا لما رجعت امبارحة الساعة 7:30 من الفعالية ما لقيتها، فقلت بلكي إنه بتكون مو هون. رجعت المساء كمان ما لقيتها، ما كانت موجودة. فتت اليوم بدي احجز لنا شي فعالية وهيك، فكله فل. لازم نحجز قبل بيوم، يعني مثلا اليوم لازم احجز فعالية لبعد بكرة، فهمتوا علي؟ اما يعني حالفنا الحظ امبارح وحتى قبل بيوم قدرنا نحجز الفعالية لتاني يوم، بس الفعاليات التانية انه لا لازم يكون قبل بيوم يعني. فوالله هيك. فهلا انا شربت قهوتي، صحصحت، غسلت وشي ورح البس اجهز حالي وبعدين انزل. بس شو رح اعمل ما بعرف، يعني انا حتى لو ما حدا نظمني رحلة أنا بروح وبجي عادي، ما في عندي مشكلة. أنا طالما معي تليفون وبشوف الأماكن السياحية فأنا بعرف أدبر أموري. فوالله هيك. فهلأ بدي أجهز حالي ألبس. وشو مخططاتي لسه ما قررت، بس صحيح لازم اليوم أروح على الحديقة اللي رحناها امبارح بالليل. نحن كنا عم نتمشى، فأنا يعني مارقين بالصدفة سمعت صوت شلال، فأنا قلت لها تعي نفوت. فهي فتنا على الحديقة ولقينا الشلال، كتير كان منظره حلو. فشو قلت بكرة رح أروح على نفس الحديقة اللي رحنا لها امبارح مشان نشوف المنظر من الصبح بضوي النهار. لقيتيها؟ بس الواحدة بتيجي ما بتيجي للساعة 1. معناتها حلم إبليس بالجنة. حلم إبليس بالجنة معناتها نلاقي فعالية اليوم، مستحيل. فهلأ بعد ما صحصحنا نزلت إسراء، قلت لها إنه انزلي شوفيها إذا هي موجودة، بلكي هلا بننزل نحجز لنا شي شغله اليوم. لا شكلنا نعمل في حالتي حالي. فنزلت إسراء نروح على البحر الباردة، ناخذ مشاوي فنزلت إسراء قالت لي ونروح على الرنج ومنشكل من الرنج. حلو. لا بس حسيت هلا عن جد كثير جو سباحة. اليوم شوب كثير على فكرة، حتى يعني أنا لما فتحت الشباك لقيت شوب كثير. لازم إنه نحن إذا بدنا نعمل شيء يكون جو سباحة ومي، جو سباحة على الأقل وأقضيها بالبطة. أنا إذا ما بلبطي مستحيل تبلبطي. شوفي حبي، إذا بدك تبلبطي معناتها هون بالأوتيل في مسبح، في بحر. هون على فكرة البحر اللي بالأوتيل تبعنا كتير حلو إذا بدك تسبحي، إذا حابة تسبحي. بس أنا صراحة يعني أنا بحب أروح أستكشف، يعني بحب أستكشف البلد. كلنا بنحب نستكشف. إيه؟ بس ما خش تستكشفي بهذا أمدوفة علي يعني. معلش أنا بحط واقي شمس وبمشي. مو مشان الواقي الشمسي. ما حطيت واقي شمس. مو مشان الواقي الشمسي. رح أغسل وشي مرة تانية، ما حطيت واقي شمس. انت ما رح تتحملي، لأنه امبارح كيف كان حلو. أول شيء الجو هنيك برا جبال، ثاني شيء على قد ما غبينا مي امبارح الجو عندنا. نحن حزري شو بنعمل هلا؟ بننزل بنشوف شو رح نسوي مثلا، بعدين إنه لما بصير شوية برودة يعني على بعد العصر. ما حطيت واقي شمس، أنا لازم أحط واقي شمس. عادي أحط واقي شمس بعد الكريم؟ لا. بدك تقومي تغسلي؟ بدي أقوم أغسل وشي مرة تانية. امسحي بوزين المكياج بعدين إيه صحيح بمسح بوزين المكياج. هلا مسحت وشي وهلا بنحط واقي الشمس وبعدين بنحط الكريم. منيح تذكرت، لأنه هون واقي الشمس أهم شيء نحطه.
وعلى فكرة امبارحة علما حاطة باقي شمس على بشرتي، ومع هيك صار لي شوية نمش خفيفة. أنا هيك سبحان الله بس عرض بشرتي للشمس وشي يعني يطلع لي نمش، بس كأنه كترت واقي. يلا عادي أحسن. هلا بنوزعها كمان على الرقبة، بحط كمان على إيدي. أنا لما بحب البحر عمري بشم، حبيبتك بتحب تندم وين. عالم إلا لإسراء نحن عم نجهز حالنا، بس شو وين نروح أول شيء؟ قالت لي هلا خلينا نجهز حالنا والله كريم. بصراحة رح نعمل لكم بلان خرافي. يلا بتشوفي كيف. هلا المهم إنه ما رح يعني اروح انهار هيك يعني. اكيد يعني اكيد يعني أنا لو بضلني قاعده بالريسبشن ما احلانا ليكي، ما احلانا عم ناخذ نهار من اول. ايه بس تعرفوا شغله، اتضايقت اليوم ما فقت على الفطور. كنت حابه افطر يعني انا مني وعليكي. امبارحه سلوى افطرنا على ما كان الفطور بجنن والله. بس يعني فدا السلوى انا احمد عقد ما انبسطنا امبارح. لك ايه اكيد يعني انبسطت امبارح حتى لو ما كنت فاضيه عادي. ايه والله امبارح كثير انبسطنا. لا امبارح سلوى فطرنا إيه. واليوم ما حسينا على الفطور. فانا شو قلت لحالي يعني شو قلت لحالي اليوم، انه بما انه معناتها خلص هيك ما راح نفيق كثير بكير، لانه ما مشت معنا فعاليه، نضيف ساعه اكسترا نوم. فشو قلت لحالي يلا معناتها بكره خليني فيق وافطر على مهلي على رواق. عرفت هاي تبع انه اقعد وافطر على مهلي وما حدا راكد وراي. شو نور نامت بسابع نومي لك خلص يعني انا انه نايمه بس عم اقول بكره بدي اروح في اكل مربى الورد. عم تحلم من امبارح بالليل قلت لحالي يلا بكره بدي فيق اكل مربى الورد. نور لا راحت فعاليه ولا اكلت مربى الورد. حبكي يعني انت درجة حزر شو عم فكر. نعمل مثل ما شفنا هدول اللي عاملين امبارح رح اخذين اغراض وقاعدين بالبحيره، لهالدرجه عم فكر انا. ايه امبارح لما رحنا عن جد كان في عالم انه مخيمين هنيك عن جد. الجو كان كتير حلو. محل ما رحنا عملنا التجزيف قدام النهر، كانوا حاطين بعيد علينا، حاطين خيمه ساعه ونص، ساعه 100 كيلو. يعني يا جماعه ما بعرف استنوا منا اي شيء. يعني نحن هلا ما بنعرف شو. ايه يعني نحن يمكن جد نعمل هي الحلقه، يعني نحن لسه ما بنعرف. فهي هيك عرفتوا يعني انتظروا. بس اذا ما شفنا انتظرونا في الحلقه القادمه. اذا ما شفنا عصا بنات حطينا راسنا ورجعنا نمنا. لا اكيد امبارح ننام. لا مستحيل نمنا. عم بمزح. بس انتم بتعرفوا انه نحن مثلا انه انا فقت الساعه 10:30، بس انه هي فعليا اذا انتم بتصفنوا انه انا ما نمت كثير. لا مو انه نمنا كثير، لا عادي. لا انا بقول لك مو امبارح اول يوم فطلعنا تمشينا وكان في طاقه اكثر كان عندنا شاي كان كثير حلو والجو بشيل. تعرفوا والله حتشتري بيوتي بلندن. انا مالي جايبه يعني هلا اسراء اخذت درس بالحياه انه هي بعمرها ما توثق بحدا ولا تعتمد على حدا. ايه وكمان ابدا انه لازم يكون عندي شيء كمان اكون مستعده. لانه اليوم الصبح لما رن المنبه هي حست، فشو بتقول لحالها؟ يلا هلا النور بتفيقني. او لما فقنا قالت لي، انا قلت لحالي انه بس تفيقي بتفيقيني. قلت لها حتى تعرفي انه انت بحياتك ما تعتمدي على حدا ولا تثقي يعني انا عن جد لما حسيت كان المفروض فيها. بس انا وثقت فيك يعني شخص بعرف يعني انه وثق فيه. يعني اعطيت ظهري وانا بامنك. ايه قالت لي انا وثقت فيك يعني انه وثقت بالشخص الصح بس بالوقت الغلط. انت هيك صار فيكي، وثقتي بالشخص الصح بس بالوقت الغلط. اي عن جد كان المفروض انا اول ما اقوم خلص شفتك ما فيك قوم انا فيك. اليوم شكلي حطب شعري كله هيك لورا بس ما حقفل شعراتي لانه هلا شو بصراحه انا بنزل بالليل وشو اسمه
في هوايات وشوية نسمة وشعراتي ما بعرف شو عم بصير لهم، فما بالكن هلا بدي انزل بالنهار وفي شمس. بحط بس شوية هيك قهوة اسحبها 10 دقايق سحبة هيك. بالإنفا بتقولوا يلا 10 دقايق 10 دقايق. يمكن هون عم يشتغلوا بالأوتيل وكتير في أصوات مزعجة شوي، كنت مالي حاسة فيها، بس لما وقفت حسيت كيف لما بتكون المكيف شغال بعدين بيطفي بتحسوا فجأة بالهدوء هيك. بس هلأ رجعوا شغلوها، سمعاني هيك مثل صوت رافعة أو هيك ما بعرف شو عم يعملوا، أو مولدة هي مثل مولدة أو هيك أشياء. هي بخص الكهرباء. ايه يعني هيك شغل. إسراء عم تقلي جوعانة، قالت لي حاسة حالي كتير جوعانة. لك هو هون بيفتح البوفيه بالفطور من 7 ل10، وفي من 10 ل11 انه تبع اللي بيفيقوا متأخرين، بس هلا نحن حتصير الساعة 12 يعني لا لحقنا فشكلنا رح نتغدى فورا. في كم من 12 ل2، في من 12 ل4. حلو.